مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلياتكم بخير. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. اليوم بدنا نعمل البقلاوة طريقة كتير سهلة، وبدنا نعملها بقالب التشيز كيك. راح تشوفوا معي الطريقة، طريقة كتير سهلة وكتير كتير راح تطلع طيبة. جربوها واعطوني رأيكم، ان شاء الله راح يعجبكم انتو كمان يا رب. عندي هون رقائق طبعا البقلاوة، طالعتها من برات شفتها هيك صايرة قديمة شوي، مو خرج أعمل فيها سوارة الست أو حي الله شي. جبت هون السكينة وقلت بقطعها وبمد نصها بالقالب التشيز كيك، بمدها هيك على السوا وبرش عليه المكسرات اللي بدي إياها. وهون بحضر الصوص: علبة الكريمة وبيضتين ونص كاسة من السكر وربع زيت نباتي ونص كاسة من السمنة البقرية الطيبة كتير كتير، وكمان بحط لها ماء الورد وبحط لها شوية فانيلا. هاي هي ماء الورد. ماء الورد أو مية الزهر مو مشكلة كمان، بس عن جد هالصوص جربوه كتير طيب. بعد ما هون حطيت تقريبا 4-5 معالق فوق المكسرات، طبعا هذا الصوص اللي ساويناه. وقطعت نص الرقائق كمان هيك، كلهم هيك مثل حبال حبال مثل ما شفتوها. وكمان مديتها بالصينية وحطيت كل الصوص فوقه. هون عندي كان اللوز المبشور، حطيته كمان فوقه حتى يعطيني شكل يعني حلو وطعمه طيبة. ويلا هلا بنحطها بالفرن. هون بعد ما طالعتها من الفرن، طبعا الفرن محمى يعني ساخن قبل بوقت، سخنته فوق وتحت على درجة الحرارة 200 على الوسط، يعني وسط الفرن. بحط القالب التشيز كيك هيك طلع معي، شوفوا شكله كتير كتير شكله حلو وطعمته كتير طيبة. بعد ما بطالعه من الفرن بكون أنا محضرة القطر وبحط عليه القطر، يعني هيك على كيفي. انا ما كترت القطر، بس انتو فيكن تحطوا يعني القطر بكاستين سكر بكاسة مي وشوي ربع معلقة ملح الليمون ومية الزهر كمان على القطر، طبعا منغليها غلوتين ومنطفيها. وهيك طلعت قالب تشيز كيك. طبعا هذا مثل ما قلت لكم رقائق البقلاوة اللي ساويناه فيها. هيك طلع معي القالب، وإن شاء الله أنتو كمان رح يعجبكم. جربوها وكمان ادعولي دعوة حلوة، وإن شاء الله يا رب. كمان أنا كتير بتشكر يعني كل حدا بيشترك بقناتي، وإن شاء الله يا رب بجهودكم بتساعدوني لحتى أوصل قناتي لل2000 مشترك. يلا ما بقي شوي وإن شاء الله بنوصل لهالعدد وأكبر كمان، وقناتي بتكبر فيكن. وكتير بنبسط لما بشوف تعليقات حلوة منكن واشتراكات. وهلا بقلكن باي باي.